حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. معي أنا عمار الصالحي. تأثيرات التداعيات الأمنية الأخيرة وانعكاسها على الوضع السياسي والخدمي والأمني في محافظة كركوك. نشهد في الآونة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة وحتى الساعات الأخيرة هناك بعض الحالات الأمنية التي قد تشكل قلق لدى الشارع في محافظة كركوك وأيضا في عموم العراق، وخاصة هناك من يربطها مع تداعيات الوضع في سوريا وعودة المشاهد السابقة إلى أذهان المواطنين. ينعكس سلبيا مع كل مشهد أمني، ينعكس على الأداء السياسي، والعكس صحيح. الأداء السياسي عندما يكون هناك انشقاق واختلاف وفراغ في الأداء السياسي ينعكس ويستغله بعض المجاميع الإرهابية وبعض الجيوب الإرهابية لاستغلال هذه الثغرات، ويبقى الجانب الأمني والعامل الأمني مرافق للجانب الخدمي والجانب السياسي. سوف أطرح هذه المحاور على ضيفي في الاستوديو: الشيخ عزيز حواس اللهابي، نائب الأمين العام للمجلس العربي الموحد. حياك الله شيخ، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في البرنامج. وأيضا السيد إبراهيم البزوني، مراقب للشأن السياسي. حياك الله وأهلا وسهلا بك سيد إبراهيم. خليني أبدأ وياك سيد إبراهيم على تهديدات الوضع الأمني في محافظة كركوك أو أطراف كركوك، وخاصة نشهد اعتقالات، نشهد هناك بعض الأمور المثيرة للقلق لدى الشارع في محافظة كركوك، ومنها من يربطها مع الأحداث الإقليمية، منها ما يتخوف من إعادة المشاهد السابقة للجماعات الإرهابية. أهلا وسهلا أستاذ عمار، وأهلا وسهلا بضيفك الكريم الشيخ عزيز حواس. بالنسبة للتهديد الوضع الأمني في كركوك، بدأ بعد ما ظهر الجيش الحر في سوريا وسيطر على سوريا، فبدأ الوضع يتخلل، إنه يتخلخل هنا ويتخلخل هناك. نعم. لكن هذا الوضع ليس وضع أمني بأمني 100%. نعم. لكن هذا الخروقات اللي تصير هي خروقات سياسية ومعروفة، أنه توجهاتها أنت عندما يكون هنالك اكو طرف خاسر في المعادلة، يبدأ الطرف أنه لازم يظهر في وجه آخر في طرف آخر لكي يوازن الأمور ويخلط الأوراق. هذا هو كل مختصر للوضع الأمني في كركوك وأطرافه. لا يوجد أي مخاطر أمنية بحتة حقيقية نهائيا. وهناك أيضا هذه شلون نقول، الجيوب الأمنية اللي تصير بها خرق هي جيوب مسيرة وليست مخيرة. نعم، يعني نفهم من كلامك هناك لها ارتباط أو أجندات سياسية هي من تحركها؟ أكيد. نعم. أي خرق أمني دا يصير حاليا هو له ارتباطات سياسية. نعم. فيما يخص كركوك سيد إبراهيم، وخاصة احنا شاهدنا كركوك يعني عانت ما عانت من الإرهاب في الفترات السابقة. يتبادر إلى الذهن في الشارع الكركوكي، هل من الممكن أن تعود المشاهد السابقة؟ لم تعود. وإذا أردنا أن نتكلم عن أطراف كركوك، أنا نعم. موقن تماما ومطلع أنه داعش لم تعود مرة ثانية، لا إلى الحويجة وإلى قراها ولا نواحيها نهائيا، وسيقاتل أهلها لآخر طفل يستطيع أن يحمل السلاح ضد داعش. نعم. هذه رسالة إلى الحكومة العراقية، إلى المجتمع الدولي، إلى الإقليمي. كركوك آمنة، وسيقاتل عربها قبل أكرادها وتركمانها لآخر قطرة دم تسيل على أرض كركوك. نعم. داعش لم تعد إلى كركوك نهائيا. وكل ما دا يحصل هنا في داقوق وفي الحويجة هي عمليات مسيرة وليست مخيرة. هنالك مواضيع مندسة، أناس مندسين يراد بها زعزعة الوضع الأمني، لا أكثر ولا أقل. كركوك آمنة بجهود أبطالها من القوات الأمنية، كركوك آمنة بجهود أهلها، كركوك ما بها أي خرق أمني نهائيا. نعم. شيخ، لو نجي على التداعيات أو الأسباب، شنو الأسباب اللي نشوفها الخروقات؟ هل هي فعلا مثل ما ذكر أستاذ إبراهيم بأنه هي ممكن لها تبعات سياسية، أم لا هناك أكو بعض الخروقات فعلا؟ أولا تحية لك ولضيفك حياك الله الكريم وللكادر القائم على هذا اللقاء. وثانيا كركوك، أنت تعرف أنت كركوك وإحنا أهل كركوك،
كركوك وضعها حساس، نعم، وملفها شائك ومعقد، وكتب لها ما كتب لها من ظروف صاحبتها. فهذا الوضع ما يوصلنا النتيجة. ليش؟ لأنه هذه كل الأمور الأمنية، الخروقات، الوضع الأمني الغير مستتب يعتبرونه، وأن يعتبروا مستتب أمنيا ولأبعد قرية في كركوك. وضع كركوك جيد، وضع كركوك ما عليه خوف. وضع كركوك هالشغلات اللي صارت بالآونة الأخيرة مثل ما قال أستاذنا العزيز مسيرة وليس مخيرة، سياسية بحتة، وإن شاء الله تنكشف عن قريب، لأنه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. كل من يريد أذية إلى كركوك بكل مسميات المتحزبين لمصالحهم الشخصية سينال جزاء آجلا أم عاجلا. ولذلك أقول لك إياها إنه كركوك آمنة مستقرة مستتب الأمن بها ولا خوف عليها. نعم. خليني أعود وياك سيد إبراهيم، ربطتها بالجانب السياسي، وأكيد إحنا الجانب السياسي رافق مع الإدارة الجديدة في محافظة كركوك، بالتالي تعرف أنت لغاية الآن أكو تحفظات على الإدارة الجديدة في محافظة كركوك، على التشكيلة اللي صارت في محافظة كركوك. هناك مقاطعين لمجلس محافظة كركوك، ممكن إلى تداعيات خطيرة بهذا الشكل الجانب السياسي يؤدي إلى هيك تدهور؟ تدهور أمني ما راح يصير تدهور أمني نهائيا. نعم. لأن المجتمع الكركوكي الآن مجتمع متماسك، اكتشفوا كل الألاعيب سواء كانوا الأكراد أو التركمان أو العرب، اكتشفت كل الألاعيب. يعني مثلا أنت تريد تجي تفر علي في موضوع أنا كعربي في سالفة قومية، والله إنه الإدارة بيد القومية الكردية تعال نسوي، ما تمشي بعد علينا نهائيا. نعم. نهائيا بعد ما تطرأ. فالمجتمع بما أنه المجتمع متماسك فلم يكن هنالك خرق أمني نهائيا، حتى ولو اختلفت الإدارات في المحافظة. نعم. أما أنه موضوع الإدارة في كركوك حاليا الإدارة ماشية لكن ضعيفة جدا، غير مدعومة من كل الأطراف، وهذا دا نعول عليه أنه يجب أن ندعم هذه الإدارة، لأن كركوك محتاجة أنه تمشي يعني أمورها. ليش متوقفة؟ أما موضوع أنه يأثر على الوضع الأمني، ما راح يأثر على الوضع الأمني. فيما يخص المقاطعين سيد إبراهيم، وهناك حتى تحفظات على إدارة المجلس. المقاطعين نعم. من محور تركيا قصدك؟ احنا نعم. نكونها في هذه الصراحه يعني. نعم. انت طبعا نعم هذا الشيء يعني الاجابه تخص جنابك، اللي هو تعرف اكو مقاطعين عندنا الجبهه التركمانيه وايضا بعض المقاطعين العرب. احنا خلينا نحكيها اقليميا وما نعم. تاثير الدور الاقليمي على كركوك. احنا عندنا محورين يلعبون اساس في حكومه كركوك وفي اداره كركوك. المحورين هو المحور الايراني. نعم. والمحور التركي. تمام. المحور التركي هسه كلاعب اساسي يعتبر بعد السيطره على سوريا واخذ دوره اللي كان يريده في سوريا، وضعف المحور الايراني. اكيد هنا اكو تحرك تركي باتجاه كركوك، وهذا احنا يجب ان نتصدى اليه في جميع السبل، سواء كان التحرك من قبل تركيا كجاره تتعامل معنا كجاره وصديقه اهلا وسهلا، لكن تتعامل معنا في التدخل في الشان الداخلي العراقي هذا مرفوضا جمله وتفصيلا. وايضا الكلام معكوس الى الجاره ايران. احنا حاليا بلد نريد نعيش، ما عندنا مشكله في اي جار من عندنا، من اي كانت السلطات مالتهم، سواء كانت الحكومات اسلاميه علمانيه اي كانت. المهم انه احنا نحسن حسن الجوار. احنا بلد يريد يعيش، احنا عانينا من الويلات، فاحنا رافضين لاي تدخل سواء كان تركي او ايراني. دعوا العراق للعراقيين. يعني هاي رساله لكل المحاور. اخي انت سياسي، انت تمثل مجموعه من مكون معين وليس جميع المكون، لا تذهب بينا الى الهاويه.
لا نعم. تذهب بنا الى الهوية، سواء كان المحور الايراني او التركي يعني. نعم. شيخ في هذه الحيثية، هل شكو شخص مقاطع هو ينتمي الأجندات التحفظات على إدارة المجلس أو الإدارة الجديدة، كل من قاطع أو تحفظ هو يطبق أجندات، أم بالفعل أنه الإدارة الجديدة والمجلس الجديد هو منقوص الشرعية؟ شرط شقين هذا السؤال. الشق نعم. الأول التدخلات الخارجية نعم. لبعض الأشخاص المتنفذين اللي هم وصلوا إلى قمة هرم مجلس المحافظة، أجندات خارجية موجودة تفرض عليهم مصالح الخاصة بها. والشق الثاني أنه عدم تفاهم الأطراف العربية والكردية والتركمانية وفي بودقة واحدة، والجلوس والمحاورة. ينقصنا الحوار كمكونات، ينقصنا حوار حتى نصل النتيجة تأهلنا للنجاح. احنا ما يصير مقاطعين وواحد بعيد عن الآخر، وعد ما أطلع بالإعلام أسوي الأريدو وأوهم الشعب والجمهور بنية شيخ خلينا نحكي واقع. هل المقاطعين معهم الحق، أم الإدارة الجديدة معها حق، أم من هنا وهناك؟ صراحة نعم. الكل مذنبين. نعم. الكل عليهم تقصير. أنا عندما أخلي أو أجعل من الجهة الأقليمية تحاورني أو تفرض علي، قال الأستاذ البزوني قال ما نسمح للجهات الإقليمية أن تلعب بشأننا الداخلي. نعم، هذا كلامك، أنه هاي المحاور الإقليمية والداخلية، الخارجية والداخلية، جعلت من مجلس محافظة كركوك أعرج. وأنا أقولها ولي الصراحة، مجلس كركوك إذا ما يكتمل النصاب كاملة، خدمات ماكو، لأن اجتماعات ماكو، لأن نشاطات ماكو، لأن لجان ماكو، لأنه خدمات ماكو. أنت ترجع على الخدمات، كهرباء ماكو. يعني أنت أبسط أنواع الخدمات هي الكهرباء في الدول النامية والمتطورة. إحنا ما عندنا كهرباء. هاي طامة كبرى. التفت على جارتي ايران، لو تنطيني لو ما تنطيني، هذا مو حل. هذا بس هذا مو شغله تخص مجلس محافظه كركوك، مجلس محافظه كركوك تخص محافظه، تخص العراق ككل. هاي انا احكي لك بدءا من كركوك وانتهاء الى البلد. لا لكن كركوك تعقيبك شيخ، عذرا المقاطعه، تعقيبك على انه مجلس المحافظه يعني اعرج، او مجلس المحافظه نعم. لا يبي الطموح نعم. كامله. وضح لي هاي النقطه. أنا متابع لنشاطات المجلس وقريب عن بعض من أعضاء المجلس الموجودين بالعملية، ما نريد نسمي أسماء. نعم. ومتابعهم إعلاميا. ماكو لا اجتماعات، لا نشاطات، لا لجان متفعلة. إذن وين المجلس؟ إذن المجلس ماكو. إذا ما عندك نشاطات، إذا ما عندك ناتج أو نتيجة مثمرة لهالمدينة، هاي مجلس محافظة. إذن يا مجلس المحافظة، المقاطعين والعاملين، عليكم أن تعيدون من رشدكم وترجعون إلى طاولة الحوار الحديثة، خلنا نقولها، حتى تصلون النتيجة. ناس مقاطعة وناس عاملة. العاملة ما تقدر بين المطرقة والسندانة، لا يقدر يجتمع ويقرر، ولا يقدر ينفذ، وذاك مقاطع. إذن احنا ايش سوينا؟ زين، انتم هاي منقوصة إلكم وعليكم. الشعب ايش رايح الشعب هم يوم من الايام يثير،
نعم، خلينا اشوف راي سيد ابراهيم. سيد ابراهيم، التشكيله اللي صارت، اللي هي مكونه من الكرد والعرب وايضا الكلد والاشوريين، وقد يكون بعض التركمان في مجلس اداره محافظه كركوك، ما تعتبر لبنه واحد يتفائل بها للمستقبل؟ نعم، أنا أعتقد طلعت في لقاءات سابقة هنا معك، نعم. وذكرت أنه هذه التشكيلة تشكيلة وطنية بحتة، جمعت الكل في كركوك في تحت شراكة، ونتمنى أنه تكون شراكة حقيقية، شراكة تهدف إلى المستقبل. لكن للأسف أنه الأطراف الأخرى تحاول أنه تفشل هذه الشراكة، تفشل هذا العملية اللي ممكن أنه احنا نطلع بها إلى نتيجة تصفي كركوك وتبعد عنها كل ليش ما احتووا الجميع سيد ابراهيم؟ اعتقد أم حاولوا ولكن اكو محاولات، ولحد هاي اللحظه توجد محاولات، لكن هنالك قلت لك انا من اول ما قعدت ذكرت انه المحاور هي الاساس وهي السبب. نعم. ووجهت رساله لهم والى جمهورهم: يا بخلونا الخارج الحدود، خلوه خارج الحدود، خلونا احنا كشأن داخلي نصفي يعني نفسنا بنفسنا. يعني لا يملي علي الخارج اوكي، علاقات سياسيه، علاقات اقليميه، انا ما عندي مشكله بيها. جار، حسن جار، اوكي ما عندي مشكله بيه، بس ما يجي يملي علي. تشعر بانه فعلا بانه اكو بعض الاحزاب في محافظه كركوك يعني تاخذ اوامرها 100% من خارج الحدود؟ يعني هذه يعني مثلا يحتاج لها جواب. اكيد، واغلب احزاب العراق اصلا، لا واذا ما نقول كلها يعني، ويستدعيها ان تقاطع، حتى تقاطع أو ما تمشي. نعم. هناك بعض المناصب شاغره لغايه الان. نعم. سيد ابراهيم، اي نعم، لان انا مدعوم، انا داعمك، انا هسه من داعمك. اذا قطعت منك امدادات الدعم، انت شلون راح تمشي امورك؟ فاكيد راح تكون انت مسير بيدي، انت مو مخير. احنا ما عاد لحد هاي اللحظه اعتقد اكو حزب او حزبين عراقيات بحته، اكثر الاحزاب هي تشكيله خارجي. احنا ما نريد نقول كلها، لكن نعم. نقول اغلبها. خلينا انتقل وياك شيخ فيما يخص، نرجع الى نقطه مهمه اللي هي اداره المجلس. هناك لجان تشكلت في مجلس محافظه كركوك، وشفنا لجان توزعت وتقسمت، وكو اجتماعات، وكو دوام يومي مجلس المحافظه. دوام ولجان، وين المشكله؟ وين التحفظات اللي جنابك اثارتها؟ اولا اقول لك انه مجلس محافظه كركوك هو الممثل الشرعي لمكونات كرد كركوك، عربا وكردا وتركمان وكلد واشور. لكن لانه يعني ذكرت اثناء حديثي، قلت عمل المجلس اعرج. نعم، اقول عمل المجلس اعرج لانه منقوص، والمنقوص ما راح يفي بالغرض. ولذلك لا اللجان تشتغل، انا متابعهم يعني متابعه مستمره. ما سمعت رئيس لجنه الخدمات استدعى احد الموظفين المعنيين بالخدمات. ما سمعت رئيس لجنه الكهرباء يعني طلع في تصريح شغله عن وضع الكهرباء. اذا اللجان ما مفعله، مسجله الاسماء. نعم. اسماء على الورق. شيخ الطرف الاخر، احنا استضافينا من كل المكونات، ونستضيف في برنامج بصراحه عديد المكونات. نعم. فحتى استضافينا من الاتحاد الوطني الكردستاني، وقالوا احنا اكثر من مره حاولنا ودا نفتح باب المفاوضات، لكن الطرف الاخر ما يجي. احنا شو نسوي؟ لازم السفينه تمشي. سمعتها من السيد المحافظ. نعم. سمعتها من السيد المحافظ انه افتحوا الحوارات وتوجهوا الى الباقين اللي ممتنعين، شو يسموهم؟ المقاطعين للجلسات والمجلس. افتحوا لهم حوارات، وبشتى الحوارات، واصلوا النتيجه معاهم بحيث ترضونهم ويرجعون الى المجلس. ما اعرف النتائج شنو، ما اعرف، بس لو النتائج طيبه كان غيرت من مجرى خدمات المحافظه. المحافظه ما بها الخدمات تعبانه، خدمات من الماء الى النفايات في كل ازقه وشوارع كركوك تشوفها بأم عينك. شنو السبب؟ ليش؟ لانه
مشاريع معطلة، صرف قد يجوز صرف ماكو، مال ماكو، كهرباء. أنا اللي يحيرني واللي يغيظني أنه كركوك بيها 3 محطات توليد كهرباء رئيسية، وهذا وضعها. شنو السر؟ ما نعرف. إذن على احنا نوجه رسائل ونوعظ على اخوتنا في المجلس المستمرين والمقاطعين ان يرجعون ويتحاورون مرة ثانية ومرة ثالثة لأجل كركوك وأهل كركوك، ولأجل نجاح العملية السياسية. الشعب تعب وطلع انتخابكم واختاركم، لازم تطلعون شيخ يعني الأفهم من كلامك إذا مو الجميع يلتحق والجميع يتفق ما راح تكون العملية كاملة. بالضبط. ليش؟ لأنه أنت من 2003 لحد هسه كركوك تعيش حالة مكونات، والعملية السياسية ولدت على هاي يمكن يعني أسست على شغل مكوناتي. تركمان ما موجودين في مجلس المحافظة، موجود تركماني في مجلس المحافظة؟ موجود نائب المحافظ. نائب المحافظ مو من ضمن المجلس. لا، عضو مجلس موجود. نعم، عضو مجلس ايضا. عضو المجلس السيد احمد رمزي، لكن ما يحضر يداوم لكن ما يحضر. احنا هسه اذا نريد نجي نقسمها، العرب منقسمين قسمين، دكتورة سلوى منقسمين قسمين، ولا التركمان منقسمين قسمين. دكتورة سلوى همين تداوم، هم كلهم يداومون بالمحافظة. بس شنو الفائدة؟ نعم، ما تحضر الاجتماعات. نعم. احنا نريد نتيجة، احنا نريد ثمرة، احنا نريدهم من نشوفهم بالاعلام يطلعون وكأنه كتلة واحدة موحدة. شارع كركوك يريد شارع كركوك نظيف، خلوه نظيف. شارع اهل كركوك بكل مكوناتهم ناس مسالمين، واذا ماكو مصاهرة اكو فرد شراكه. نعم، لازم اكو تداخل بين العوائل سياسيا واجتماعيا. نعم. لا، خلينا اشوف راي سيد ابراهيم. انت تروح للمحافظه، ولكن ليش ما تحضر اجتماعات؟ مناصب اكو مناصب، استحقاق اكو استحقاق. لا، انا مو بس اروح للمحافظه للعلم. نعم، انا نفسهم الاعضاء اللي مشكلين الحكومه، انا اقعد وياهم واتحاور وياهم واكل وياهم واطلع اتونس وياهم وزيارات متبادله، لكن من تجي يم المصلحه العامه اللي هي مصلحه كركوك راح اقاطع، لان الحزب مالتي ما يقبل. مو هنا اكو مسؤوليه واكو امانه. العالم انتخبتك حتى انت تمثلهم في مجلس المحافظه، ما تمثلهم انت بمكتبك الخاص. الكل استلمت رواتب ودا يستلمون مخصصات وامتيازات. طيب انت اليوم محمل بامانه، لازم تحضر. انت عندك تحفظات على الاداره، عندك تحفظات على طريقه تشكيل الاداره في مجلس محافظه كركوك، هذا بحث اخر. انت روح وادي واجبك، الواجب اللي كلفتك به الجماهير. الضمير. نعم، الضمير اول واخر. انا اذا ضميري صاحي والله بدون امتيازات وبدون راتب وبدون اي شيء سوف اعمل لجمهوري، وايضا اقاطع اي حزب يملي علي بمقاطعه جمهوري. هاي استحقاقات ناس. هاي اكو ناس انت العقود ليش رجعت تاجلت؟ مو على اساس يفتحون الرابط؟ نعم، لان مو كل المكونات مشاركه، فايضا رجعت مره ثانيه توقفت. فما نعرف هسه اكو مفاوضات عليها على مود انه يشاركون زين انا ليش ما احضر الجلسه واعقد جلسه والمشروع اللي ما اريد امرره اقاطعه؟ يعني هاي نصيحه للاخوه اللي هم وسائل الاعلام وانطي تبريراتك. بالضبط. نعم. المشروع هاي جلسه، احنا هي الجلسه شنو؟ نعم. غير نتحاور، غير نطلع بنتائج. مثلا اكو مشروع راح يجيب رئيس مجلس ويطرحه على اعضاء المجلس، واكو تصويت. اني ما اريد اصوت بذاك الوقت، اني ومجموعه مثلا متفقين انه ما نصوت على فلان مشروع، ما صوت عليه. لكن اكو شغلات عامه هسه مثل هاي العقود، هاي هوايه شباب واقفين عليها ينتظروها، زين اصوت عليها، هاي امشيها بعد ما انه اشوف الاستحقاقات واشوف تقسيماتها بذاك الوقت، يلا اصوت عليها. واكو امور اخرى ما تريد تصوت عليها لا تصوت عليها خلص. نعم. سيد ابراهيم، في نقطه ايضا يعني مهمه. تحس بانه المقاطعين المناصب اللي انطوها مثلا الجبهه التركمانيه او حتى المقاطعين للعرب هي مناصب ما كانت من استحقاقهم كمناصب اداريه في كركوك كاقضيه ونواحي، بالتالي ممكن يكون سببها السبب الرئيسي ما اخذوا استحقاقهم من ناحيه المناصب؟ لا،
شلون شفت توزيع المناصب؟ يعني احنا اذا نريد نجي للصراحه غير اكو مثلا الاخوه التركمان اكو مناصب هم اصلا ما كانوا، يعني يوم من الايام انه راح حسب الاتفاق مال التدوير راح يصير لهم سنه اعتقد يستلمون محافظ. إيه. هم هاي على مر من 2003 لحد هسه هم يستلمون محافظ. هذا مو فوق الاستحقاق، هم مطلعين اثنين نائبين صح؟ اعضاء مجلس محافظه اثنين، وراح ينطونهم سنه تدويريه كامله محافظ. هاي احنا كشعب كركوك راح نجرب ونشوف اذا يكون هو الافضل. ممكن انه الانتخابات الجايه هو يحصل الاصوات الاكثر، ممكن ياخذ اصوات من الكرد والعرب والتركمان. فهاي يعني ما اعرف هم ليش دا يقاطعوها. يا اخي انت ليش مقاطع كل شيء؟ انت روح وخلي الجلسات تعقد واقاطع القوانين والمشاريع اللي ما اريدها وخلاص. ده يسبب هذا الشيء سيد ابراهيم حتى ينعكس سلبا على اداره كركوك وعملها. طبعا هسه اداره كركوك انا بالنسبه لي مصنف عملها هنا في احد اسئلتك ضعيف جدا. السبب او احد الاسباب الرئيسيه هم الاعضاء البقيه المقاطعين. لان شوف كركوك موضوعها مختلف عن صلاح الدين وعن دياله وعن الموصل. اني هنا احنا مكونات. انت من اجيت مثلا اوكي الحكومه قانونيه دستوريه نصف زائد واحد اقدر امشي مشاريع، لكن انا من اجيت كمكون وقلت اني مظلوم بهذا اذا مشيته، هنا الحكومه المركزيه اوتوماتيكيا راح توقف كل شيء، لان المجتمع الدولي راح يتدخل و الى اخره. فكركوك هي شراكه لكل المكونات بغض النظر عن نتائج الانتخابات. شيخ خليني احكي وياك على نقطه مهمه اللي هي نقطه الانقسام العربي. الانقسام العربي شنو السبب اللي صار اللي شفناه بمجلس محافظه كركوك؟ الانقسام العربي حزبي، يعني ما بها مجال الا حزبي. السياده يريد حصته والعروبه تريد حصتها، والعزم يريد حصته، وذاك الحزب الاخر يريد حصته. اذا ما اتفقوا على فد شلون تقولها على اتفاق واحد حتى يصلون النتيجه ويدخلون اجتماعات. هاي وحده. ثاني وحده اني ااكد واقول انه اكو تدخل خارجي من خارج المحافظه لعدم تكتل الاعضاء العرب ستتهم حتى يدخلون. اكو تدخل خارجي عليهم، ولذلك صار هذا الانقسام. نعم الانقسام نعم سياسي. نعم لكن الاغلبيه كانت تاكد على نقطه حتى في حلقات سابقه كانت تاكد على نقطه انه منصب المحافظ. احنا اجينا على منصب المحافظ ما اخذناه خلاص ما نشارك. لا، اذا اكو طرف اخر انطاهم منصب المحافظ، والطرف الثاني اللي هو هسه بالعمليه السياسيه رفض. نعم حتى نكون صريحين. نعم. اذا اكو فرد شق ظل يوجه بعض من الاعضاء، يقول له ادخل او لا تدخل، وافق او لا توافق. انا سالت احد الاعضاء قلت له لوين وصلنا؟ قال والله الشغل كله ببغداد. اذا انت ليش اصبحت ممثل لشعب مدينه كامله؟ انا اذا ما عندي اراده وادخل بل لي اقتنع به تخدم اهلي بكل مكوناتهم، ليش اصل النتيجه تاهلني للفشل؟ شيخ هذا راح ينعكس على الانتخابات الجايه، وممكن الجمهور يعاقب ناخبيهم اللي ممكن خذلوهم بالانتخابات البرلمانيه. طبعا والشعب متحضر لهم. ترى الشعب وعى، الناخب وعى كل شيء، يعرف كل شيء، متابع مستمر، يعرف كل خبايا السياسيين اللي يوصلون لهالنتيجه هذه، لان النوايا مو سليمه. نعم. سيد ابراهيم فعلا يشكل ممكن خذلان لدى الشارع العربي اللي حصل على المركز الاول من ناحيه الزحف الجماهيري والناخب. قبل هاي نعم. اريد اعقب على يعني بملاحظه صغيره. الانقسام العربي نعم استغفلوا الشارع العربي، لان الشارع العربي شارع عاطفي جدا، انه احنا ما قبلنا نشارك بهاي الحكومه لان احنا ردنا منصب المحافظ ومتمسكين بمنصب المحافظ. هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام
غير صحيح. هذه رسالة للجمهور العربي. لو كان الطرف المقاطع من العرب منطينهم رئاسة المجلس بالتشكيلة الحالية، هاي التشكيلة اللي موجودة، لو مثلها منطينهم إياها في طرف آخر كان وافقوا واعتبروا وقالوا لكم انه احنا وافقنا مثل ما سوت التشكيله المقابلكم. ثق بالله. هذه رساله الى الجمهور العربي. لكم الظاهر، اما ما خلف الكواليس فهي مصالح شخصيه حزبيه، مصالح شخصيه حزبيه لم ينالها الطرف الاخر، لذلك خون الطرف المقابل. هذه رساله الى الجمهور العربي، واحنا مقبلين على انتخابات إذا حصلت انتخابات. تمام؟ احنا مقبلين على انتخابات، وانتم حرين في اختيار اللي يمثلكم ومن هو الذي خانكم. ماكو خان. نعم. اذا ماكو خيانه، هي المصالح اللي جذبت واللي لعبت الدور الرئيسي، وهي كانت الحاكم. المقاطع نفسه لو ماخذ رئيس مجلس كان وافق. ما له دخل بموضوع انه المحافظه ولا انه لازم له محافظ. سيد ابراهيم، نقطة مهمة ينتظرها الشارع يقول لك أنا رحت وانتخبت، ومن 2005 ما كان اكو إدارة جديدة في محافظة كركوك، واستبشرت خير، صارت إدارة جديدة، وورا كل هاي طلعت لي أمور مقاطعين، وطلعت لي هيك أمور، أنا صار عندي إحباط. صراعاتنا العربية على الزعامة. كل من يقول أنا الزعيم العربي وأنا اللي أشكل وأنت ما إلك شيء، وهذا الحال اللي خلى الشارع العربي منقسم إلى قسمين أو 3 أقسام، قسم مع هذا وقسم مع ذاك، والقسم الأكبر اللي هو ممكن أنه يقاطع الانتخابات القادمة. لكن احنا نقول لهم لا أحد يقاطع الانتخابات، هو حق دستوري، وروح وادلي بصوتك للي تشوفه يمثلك صح، لصاحب الضمير وليس لصاحب المصلحة الشخصية. نعم. شيخ، متفائلين باللي قادم؟ ممكن الجميع يلتحق ويستلمون المناصب اللي موجودة، ونشوف اكو عجلة تسير في محافظة كركوك لدعم الإدارة الجديدة في محافظة كركوك. اليوم اكو عصا في دولاب عمل الإدارة الجديدة في محافظة كركوك. تفاءلوا بالخير تجدوه، ولذلك احنا متفائلين خير انه قد يجوز يصير اتفاق او توافق ويجتمعون كلهم في شيخ حضرتك قريب بصراحة، يعني لو نجي على الأسباب الحقيقية للمقاطعين، وبالفعل المقاطعين هم يريدون يلتحقون ويداومون واكو ضغوط عليهم؟ نعم، أنا سألت أحد. نعم. اكو ضغط خارجي حال دون توافق الكتلة العربية ال6 للدخول مجتمعة حتى تأخذ مكانتها الكاملة بمجلس محافظة كركوك. والتدخل الخارجي هذا من دولة إقليمية وطرف طرفين خارج كركوك، وسمى لي اياهم هو الرجل وبصريح العبارة. نعم. شيخ، ممكن تصدر قرارات على المجلس أو الإدارة الجديدة الآن في محافظة كركوك ضد قومية معينة مقاطعة، أم الجميع محفوظ حقوقها؟ ما أعتقد. حقوق المحافظة أهلها هم يديرونها. نعم. إذا شفنا، أنا واحد من المواطنين، أنا أعتبر نفسي مواطن وحاكيك. نعم. أنا إذا شفت غبن لمكوني، أنا أول مني يقود مظاهرة تجاه تلك الشخصية أو الجهة اللي تريد تسلب حقي. وكذلك إذا شفت غبن للمكون التركماني أو الجهة الأخرى من المكون الكردي، لا أقف وياك الطود الشامخ وأطلع له استحقاقه. نعم. بالنسبة للمناصب للمكون العربي اللي راحوا مع تشكيلة الحكومة أو الإدارة الجديدة في مجلس محافظة، وشفنا أكو مناصب من ناحية مدير شرطة كركوك وكثير من المناصب الأخرى، شفتها جنابك هي استحقاق للمكون العربي؟ لكل المكون؟ نعم. لا، مو استحقاق. والدليل على ذلك لعشيرتين المناصب 10 استحوذت عليهن.
بس هم ممثلين العرب قدام الحكومه ما يخالف يعني. ما يخالف ممثلين العرب على عيني وراسي، لكن انت انطي استحقاق، اكو كفاءات من غير عشيره، خلينا نقول بالضبط من غير عشيره مهيئه ان تقود احسن من الموجود هسه. لكن كمناصب هي استحقاق المكون، لكن اللي استمالت لها واللي حصلت عليها هي عشيره وعشيرتين. عشيره وعشيره. وايد كلام الشيخ انه هي الاستحقاق كان استحقاق مكون نعم. لكن المكون انصف جميع اطرافه لكن المكون اخذ استحقاقه بغض النظر من اخذ هذا الاستحقاق. اخذ استحقاقه، اخذ استحقاقه وزاد. لكن هل المكون انصف؟ هو الشيخ هذا قصده، هل انصف جميع اطرافه داخل المكون؟ لا، ما انصفهم، صارت للعوائل. هاي انا ذكرتها بالسابق نعم. وهسه اذكرها مره ثانيه. نعم. ما هي في اغلب الاوقات تصير ما بين عشيره وعشيرتين سيد ابراهيم، وكل من دا يحاول دا يصعد جديد من كفاءات ما دا يلقى فرصه، فدا يضطر حتى الكفاءه دا يذوب او يكون داخل القائمه اللي فلان عشيره وفلان عشيره حتى يلا يحصل. احنا دا يدوروهم، يعني هسه اني مثلا ظهرت كفاءات انه تقود، سواء كانت على مستوى دوائر دوله او على مستوى مكاتب سياسيه، لكن احنا كعرب اللي تقودنا العشيره، ما يقودنا العمل السياسي نهائيا، ولا يوجد عمل سياسي بحت للعرب نهائيا، وما عندنا حزب يمثل العرب من داخل كركوك، كل احزابنا هي خارجيه. لم تقف عند العشيره فقط، وانما اصبحت على مستوى عائله. هي ذهبت للعائله، انا اجيب اخويا وابن عمي، لا اجيب اخويا وابن اخويا بعدين اروح لابن عمي. تفهمني؟ وصلت لهذا الحد. واكو كفاءات ثق بالله اكو شغل بدنا نشتغله احنا مو موقع شلون نقول مثلا القرار، نعم، ولا بدينا سلطه ولا جهه تنفيذيه، ولا جهه تنفيذيه، لكن بدنا نستعين مثلا من هم في مجلس المحافظه او مستشارين او كذا، بسلطتهم بدنا نتحرك، بدنا نسوي شغل سواء كان للعرب او الغير العرب لكركوك عامه. مديريه نفسها، يعني خلينا نقول مدير دائره ما يقدر يسوي. نعم. على الاداره الجديده والمجلس الجديد، هل يمضي وينتظر المقاطعين ام يبقى متوقف مع المناصب وينتظر التحاق المقاطعين ومن ثم يسير؟ على شنو يبقى متوقف؟ اني في رايي انه انت تمثل نصف زائد واحد. نعم. حاول ان تعقد جلساتك وتمشي امور المحافظه. انا المقاطع دا يملي عليه حزب، والحزب ارتباطه خارجي، هذا انا ما اعرف يمتى يحن علي ابو الخارج تعال مود ابو الحزب يحن علي. زين انا الى متى ابقى؟ يعني هسه تدري حتى شركات التنظيف عندنا ضعف بيها، يعني عندنا في مناطق ماكو تنظيف صفر. زين انا الى متى ابقى؟ يعني اداره المحافظه الموجودين وملتحقين في هذه الحكومه دا يحاولون انه يمشون الامور، لكن اكو امور تصطدم في واقع قوي ما دا تمشي. حتى المحافظ نفسه دا يصطدم يعني بامور ما يقدر لا حول ولا قوه، يبقى مكتوف الايدي. ليش؟ بسبب المقاطعات والاحزاب المتنفذه. نعم. شيخ خليني اخذ دقيقه من جنابك حتى قبل لا اختم. متفائل بعمل المحافظ والاداره الجديده دا يحاول رغم المعرقلات ممكن ان يكون مستقبل افضل لكركوك؟ هم صار هم فوق ال5 أو 6 اشهر. نعم. مشتغلين، شنو قدموه؟ نعم. اكو شيء قدموه؟ اكو شيء واضح على العلن تقدم؟ خدمات ماكو، كهرباء ماكو. السبب المقاطعين، العقود كل ما تجي تؤجل. اذا اما تحل مجلسك وتقعد ببيتك، او تشتغل بالنصف زائد واحد، وفعل اللجان واشتغل بما يملي عليه ضميري والقافله تسير. خلى العمل هو يتكلم. لا من تخدم الشارع ومن تشتغل ومن يطلع عضو مجلس المحافظه يشرف على اعمال بالمواقع العمل. هذه هي النتائج، هاي هي اللي يريدها الشعب. احنا ما علينا والله مقاطعني واني ابقى قاعد هنا. انت شلون شكلت مجلس وما عندك صلاحيات؟ لا عندك صلاحيات، عندك نصف زائد واحد يأهلك أن تشتغل بمشاريعك الاستثمارية وشغلك التشغيلي والخدمات وكل ما يأهل لك
لخدمة مدينتك. نعم، وهذا أكيد ما نتمناه، بأنه كل الخير لمحافظة كركوك ولجميع عموم العراق. الشيخ عزيز حواس اللهيبي نائب الأمين العام للمجلس العربي الموحد، شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته، وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا الشكر موصول للسيد إبراهيم البزوني مراقب للشأن السياسي، شكرا لك وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، ونبقى ونقول بأنه حق الرد مكفول، حق الرد مكفول لجميع الكتل والأحزاب اللي ذكروا داخل البرنامج. ودائما ما احنا نأكد على الأخوة التركمان أن يلتحقوا بالبرنامج، أو إذا عندهم تحفظات وسائل الإعلام موجودة، قناة كركوك موجودة، برنامج بصراحة موجودة. دائما كل أسبوع احنا نتواصل مع كل القوميات لكي يتواجدون معنا ويدافعوا عن حقوقهم وينطون التبريرات والمسببات خدمة لجمهورهم أولا، وثانيا لمحافظتهم محافظة كركوك. ألتقيكم الأسبوع القادم ومحاور جديدة وضيوف آخرين. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.